يا جماعة الأخبار عاملين إيه؟ آم، النهاردة هتفرج على التريلر بتاع زالاتاث اللي هو اسمه سوبريمسي. أنا لسه ما شفتوش. آم، التريلر ده ناس كتيرة اتكلمت عنه. خليني أحكي لكم نبذة بسيطة يعني عن زالاتاث دي قبل ما نشوف الفيديو يعني. زالاتاث دي كانت شخصية متمهد لها من مش الاكسبانشن ده، من الاكسبانشن بتاع دراجون فلايت. فبقى في دراجون فلايت وبقى في وور وذين وبعدين ميد نايت اللي هتيجي بعد كام، يعني خلاص اسبوعين ولا. ف زلاتة دي اصلا قصتها قصة غريبة. هي عمرها مش معروف، ممكن تكون عاشت ألوفات السنين. آم، أول مرة ظهرت لنا بس ما كناش عارفين هي إيه، كانت في الإكسبانشن بتاع ليجن. كان لكل كلاس، لكل هيرو ليه ليه سلاح ليجندري، سلاح اسطوري. فهي كانت جايه على شكل خنجر، وكان اللي بيمسك الخنجر ده بريست، شادو بريست. المهم، وكان بيتكلم ساعات الشادو بريست ده، قصته انها كان بيتكلم وكده. وقصه الخنجر ده انه كان على مر الزمن بيجي في ايد ناس عندها مناصب مهمه في اماكن معينه استراتيجيه، وكانت بتوسوس ليهم زي الشيطان كده عشان خاطر ايه، تمشي الحاجه اللي هي ايه تفيدها تفيد مصلحتها. وايه اللي كان، هي ليه كانت في الخنجر ده؟ كانت محبوسه وبس. ده اللي انا عارفه عنها. ما اعرفش ايه سبب كرهها الازاروث، ما اعرفش ايه سبب كرهها الاليريا. لو انتوا كنتوا بتلعبوا الاكسبانشن اللي فات، عندها حقد كبير ضد اليريا وضد سكان ازاروث، كوكب ازاروث. و وخلاص هي وسواس، هي مكارة خبيثة، ذكية ذكاء قاعد بشكل مش طبيعي، خداعة، مية من تحت تبني زي ما بيقولوا عندنا في مصر. بس يا جماعة، دي نبذة بسيطة كده، معلش طولت عليكم. خلينا نشوف التريلر أول مرة أشوفه. يلا معانا. واضح إن في انفيجن، في حرب، وبوابة زمنية اتفتحت نزل منها شخصيات الفويد، ونزلت على كراش وبيحاربوا الأثيريالز دول كنا احنا بنساعدهم في الاكسبانشن اللي فات. Nexus King, Zalatath is supreme. Join us, or be consumed. اوكي. وهي عندها عندها متحكمة بالفويد والجيش المهول بتاع الفويد. هي عايزة ايه بالاثيريالز والنكسس كينج؟ My ethereals will never be found again. Zalatath be damned! معرفش خدتوا بالكم ولا لا، بس واضح انه لما جاء يقتل الفويد، الستاف اللي هو شايلها سحبت طاقته من بقه. ممكن هو ده السبب، لان هي شايفه انه ممكن يكون عائق قدامها وهي بتحارب ازاروث مثلا. لو هي عايزه تدمر ازاروث، لو هم وقفوا معانا احنا الهيروز، ممكن هو يكون عائق كبير ضدها. فهي عشان كده عايزاه يجوين او تقتلهم دلوقتي. Retreat! Run now! Stay. إيه الرعب ده؟ Let this pointless resistance be done. Zalatath. For eons, you and waves fed هي وقفت الزمن دلوقتي، صارت قوية. scrap
freedom beyond imagining. شوف بتشتغل عليهم ازاي كده Empty promises. What do you know of our suffering? They say that I am the harbinger of the void, اه that I am the blade of the Black Empire that was. اهو البلاك امباير كان شايفين الاخطبوط اللي ورا ده كان اله من الاولد جودز، احنا قتلناه، كان مسيطر عليها تمام، وهي كانت شغاله عنده. هي دايما تشتغل عند حد كده زباله، فهي ظروفها انه هي بتشتغل مع الناس دي، فحبسها في الخنجر ده. هو ده الخنجر اللي كان مع الارتيفاكت اللي كانت مع ال سبحان الله يعني، اللي لسه متكلمين عنه يعني. There have been many tales told about me, but I'll tell you the truth no one living has heard. قول. Once, long, long ago, I was mortal, like you. وهي صغيره اهي. I lost my world, just like you. I drowned in hatred and vengeance, just like you. But the one thing I've learned over in eternity, اوكي هي آه هي مش انا مش متعاطف معاها. اوكي ماشي، عرفنا السبب. هي وهي صغيره اتعرضت لحاجات، يعني احنا بنتعامل مع مش انسان مريض، احنا ما بنتعاملش مع انسان سايكوباتي، احنا بنتعامل مع انسان مريض، كائن مريض. واضح ان حياتها كانت مليانه هم وغم وصعاب ومآسي. هل ده معناه that's why ان هي حاسه بحقد او في كراهيه وعايزه تاخد بطارها من الدنيا، عايزه تدمر الدنيا، عايزه تحسس الدنيا بنفس الاحساس اللي هي حسيته؟ اصل يبين ان هي في الفيديو كانت لوحدها. is that survival is all that matters. What I'm about to do ensures survival for all our kind. Our kind. You are one of us. You are void now. You may flee, but only I offer a true path forward. Survival and more is at my side. And you can lead them all. خدتوا بالكم من الصورتين وهي واقفه، كانت واقفه بعزه كده، ولما جت عندهم متبهدلين وراهم الفويدز واقفين عليهم حجمهم كبير. الالستريشن اوكي، انا مش حابب فكره انه مش 3 دي وكده زي السينماتكس العاديه، انما الرسام باين حاجه خطيره. انا مدياك تشويس، يا اقضي عليكم دلوقتي يا تجوين مي. فهو الراجل شايف فيها مصلحه، هي عايزه، بتقول له انا وانت زي بعض، احنا الاتنين واحد.
اجوين مي او اقضي عليكم. بتغريه وسواس. The choice is yours. اقفل البورتل. لا اضحك. طيب بس Midnight shall fall upon Azeroth. يعني ميد نايت شال فول ابون ازروث. انت ايه الحقد؟ ليه الحقد ده كله على ازروث؟ ليه الحقد ده على ازروث؟ انت اصلا في مكان تاني، في كيان تاني، في دنيا تانية. ليه كل الحقد ده على ازروث؟ هتجنن. قصتها لسه مش واضحة. انا عرفت هي ابتدت ازاي. طيب ايه اللي حصل معاك عشان تبقى حقد علينا كده؟ كأبطال، كهيروز، كبلدنا، كأرضنا. احنا بنتعامل مع انسان مريض نفسي. دي قضية مهمة جدا، وعايزة تدفع الناس، عايزة تدفع كل الناس الثمن. ده اللي انا فاهمه. ماشي. ماشي يا زلمة. تحاولوا تستدرجوا عطفنا عشان خاطر لا لا لا. يا رب يكون عجبكم الفيديو والتحليل يكون نفعكم فادكم إلى حد ما. أنا ما عملتش الفيديو اللي كنت المفروض أعمله المرة دي وأطلعه، كان حصل فيه سبيد بامبس محمد. بس إن شاء الله مش هكون لوحدي الفيديو الجاي، وصديقي الصدوق هيكون موجود عشان يبقى فيه انجيجمنت كده، وفي أخذ وعطا، وفي حركة. هيكون فيديو طويل على فكرة، طويل طويل، فمش بس 10 دقايق. anyways اشوفكم على خير. سلام.